الغاية من خلق الإنسان نص الله عز وجل في كتابه العزيز على الحكمة، والغاية الرئيسية من خلق الإنسان. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال ابن عباس في تفسير معنى العبادة في الآية أن الله لم يخلق الإنسان لحاجته إليه، وإنما خلقه ليقر بعبادته طوعا أو كرها. وقال ابن جريج: إلا ليعبدون معناها إلا ليعرفون. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الآية أن الله تعالى لم يخلق الإنسان إلا لعبادته وتوحيده، توحيدا مشتملا على توحيد الأسماء والصفات، وأمر عباده بذلك. فمن استجاب لأمر الله كان من المفلحين، ومن أعرض عن أمر الله كان من الخاسرين. كما تتضمن الغاية من خلق الإنسان معنى الابتلاء والامتحان للعباد، فالله عز وجل يمتحن عباده في هذه الدنيا، ومدة هذا الامتحان هي مدة حياة الإنسان على هذه الأرض. فإذا انتهت حياته عليها انتهت مدة امتحانه، ليحسابه الله بعد ذلك على عمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وفي نهاية الفيديو أعزائي المتابعين، أدعو الله لي ولكم الإجر والثبات والصلاح لما يرضى الله تعالى.